يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السابع حميك يا رب العالمين، من الضالين ومن الخاينين ومن الخلق اللي بين أهاليكي مدسوسة. يا محروسة يا محروسة. هنرجع تاني ونقول ونفكر بعض دايما، ايه هي أهمية كلامنا عن حضارتنا المصرية القديمة؟ انت عارف ان عقلك اللاواعي بيشتغل عن طريق تحديد صورة معينة لنفسك، وهو دايما بيشتغل من خلالها. يعني احنا لما بنيجي نعمل جلسة علاجية مع شخص ما، بندخل لعقله اللاواعي ونشوف الأنماط اللي متشكلة عنده واللي عاملاله تعب في حياته ومخلياه مش عارف يتحرك لقدام في أي مجال، سواء على مستوى راحته النفسية مع نفسه كده، أو على مستوى التعامل مع الآخرين في العيلة، في الشغل، في العلاقات الإنسانية. كل دي بتبقى أنماط شغالة في عقلك اللاواعي. يعني إيه عقلك اللاواعي؟ يعني بشكل لا إرادي شغالة في الباك جراوند، في الخلفية بتاعت عقلك، انت مش مدركها بشكل كبير. في الحالة دي احنا بنبتدي ناخد الأنماط دي ونحطها في الجلسة قدام الشخص ده ويشوفها بشكل واعي. إدراك الأنماط اللي عندك اللي موقفاك في حياتك هي جزء كبير قوي من حل المشكلة، بل هي الأساس لحل المشكلة. عشان كده دايما بنرجع ونفكر بعض إن الصورة اللي انت راسمها عن أصلك وأصل جذورك في عقلك اللاواعي بتشكل جزء كبير قوي من نظرتك لنفسك، من نظرتك للي حواليك، من قراراتك الشخصية، من قراراتك كمان طويلة المدى، من أسلوب كلامك، من طريقة أفكارك. ومن هنا انت تقدر تفهم ازاي قدر الأعداء على مدار سنين طويلة يأثروا على نظرتنا للقضية الفلسطينية، ويأثروا كمان على يعني اهتمامنا بيها عن طريق ان هم ينسبوا الأول تاريخ الأرض دي لنفسهم، وبعد كده يبدأوا يطالبوا بحقهم في الأرض، وبعد كده يبدأوا يعتدوا بالسلاح على أصحاب الأرض ويقولوا احنا هنقعد هنا. وهو ده الشبه اللي بيحصل ما بين مصر وما بين الأفروسان. عشان كده بأكد تاني إن ما هي مسألة حياة أو موت، إن أنت تبتدي تشوف وتوعى لتاريخ أرضك، وتبتدي تعرف الرموز والطلاسم اللي سايبينها لنا أجدادنا، تبقى تفهم إن دي أسرار هم سايبينها لك عشان اللحظة دي، مش بس حاجة كانت بتستخدم زمان، لأ دي أسرار سايبينها لك في شكل رسومات وشكل حاجات بتتركب مع بعض، عشان انت في يوم من الايام تصحى وتفوق لنفسك وترجع تسترجع تاني هذه القيمة وهذه الاسرار. لو كانت الاسرار دي مكتوبة كتابة ومفهومة للجميع كان زمانها وصلت لنا مشوهة دلوقتي، زي كتير قوي من كتب التاريخ والقصص التاريخية اللي وصلنا. في الاخر المنتصر بيكتب قصة على مزاجه وعلى هواه، يطلع فيها هو الأسد المغوار ويطلع الشخص اللي قدامه بالصورة اللي هو عايز يرسمها له. ولكن ذكاء أجدادنا إن هم كانوا دايما بيأرخوا لكل الطرق اللي بيستخدموها عشان يتطوروا، بيأرخوها بشكل رموز وشكل رسومات، وبالتالي مش أي حد هيقدر يلعب ويحرف في الرموز وفي الرسومات، وبالتالي توصل لنا دلوقتي
ونقدر نفتحها من جديد. عشان تفهم الطريقة الدينية اللي كان بيتعامل بيها المصري القديم، ضروري تفهم دماغه كانت شغالة ازاي. المصري القديم ما كانش عنده الجزئية الازدواجية في النظر للأمور. يعني ايه؟ يعني ما كانش بيشوف الخير المحض والشر المحض، هو دايما كان شايف ان عدم التوازن هو الشر الوحيد. ان إيزيس او إيسات في الفيديو السابق قلت او شرحت ازاي هي بتجمع الاتنين، بتجمع سات او سوتخ اللي هو نتر الفوضى ونتر الدمار، واللي مختص بالحتة المادية قوي في تكوينك، الجزء المادي جدا في تكوينك، وما بين انها بتحتوي أوزير معاها اللي هو الطيبة والرغبة في الإصلاح العام حتى لو على حساب نفسك. إيسات كانت بتحضن الاتنين دول وبتوازن بينهم طول الوقت، ودي نفس الطريقة اللي كان بيبص بيها المصري القديم للأمور. فهو ما كانش بيعتبر الدمار أو التغيير، خلينا نقول بمفهوم أوضح، ما كانش بيعتبر التغيير على إنه هو شر، ولكن كان بيعتبره خطوة ضرورية وأساسية لظهور الخير. خليني أشرح ده بشكل مادي تفهمه أكتر. انت بجسمك المادي علميا وطبيا كل يوم بيحصل تدمير للخلايا القديمة عندك على مختلف المستويات، في مقابلها بيحصل إعادة بناء لخلايا جديدة، ودي الطريقة اللي بيشتغل بيها الفيزيكال أو خلينا نقول العالم المادي. طبعا دورة التدمير والبناء بتختلف من مكون للتاني، وبتختلف من جزء للتاني في جسمك، وكمان على مستوى التعاملات ما بيننا وبين بعض هتلاحظ دايما ان في حاجة بتتدمر وحاجة بتتبني قصادها، فكرة بتتدمر عندك وقصادها فكرة بتتبني. وده مش معناه ان التدمير حاجة وحشة، ده معناه ان انت مش هتعرف تبني غير لما تدمر على الحاجة القديمة او الحاجة اللي ما عادتش نافعة او الحاجة اللي ما عادتش بتساعدك ان انت تتقدم في الحياة. فمثلا في فكرة معينة ممكن تكون في وقت ما كانت بتخدمك، يعني مثلا لو انت كنت في وقت ما فقير جدا او يعني بسيط الحال جدا جدا، واللي في جيبك على قد مصروفك، في فكرة عندك بتقولك ان انت على قد ما تقدر تدخر وما تصرفش اي حاجة، لان انت ما عندكش مصدر للدخل كافي يكفي احتياجاتك. الفكرة دي كانت في وقت ما بتخدمك، جيت انت استمريت ومارست شغل ما بشكل منتظم وفضلت مستمر لحد ما عملت مستوى مادي كويس لنفسك ومرتاح لنفسك. دلوقتي الفكرة بتاعت ما تصرفش هتفضل موجودة، ولكن يا ترى الفكرة دي دلوقتي في السياق الجديد اللي انت اصبحت فيه هل هي بتخدمك ولا بتضرك؟ تلاحظ ان انت مش عايز مثلا تجيب موظفين معاك يساعدوك في الشغل، لحسن هياخدوا مرتبات وهتصرف من الفلوس اللي معاك والفلوس دي ممكن تخلص و هنا هتلاحظ ان الفكرة القديمة اللي كانت بتخدمك زمان لسه شغالة في الخلفية عندك. هنا انت هتحتاج خاصية التدمير عشان تدمر الفكرة القديمة اللي خلاص خلص السياق بتاعها، وهنا هتبتدي تزرع فكرة جديدة. والفكرة دي مثلا على سبيل المثال هتبقى ان انت هتبتدي تصرف واحدة وتجيب حد يساعدك وتبتدي تشوف هتصرف قد ايه مقابل اللي انت بتدخره، وهكذا في فكرة جديدة اتزرعت. يبقى اذا المصري القديم كان بيبص للتدمير بنفس العقلية دي، عقلية التطوير. عشان كده المصري القديم ما كانش عنده فكرة الخير المطلق والشر المطلق. يعني لما انت تكون شخص دايما معطاء ودايما بتدي من قلبك وما بتعملش اي حاجة لنفسك وزاهد في الحياة، ترجع تفتكر قصة أوزير لما الطريقة دي في التعامل خليته يوصل ان هو
يتقطع من أقرب الناس ليه وهو أخوه. في نفس الوقت لو انت طول الوقت بتفكر في نفسك بس، بتفكر ازاي تكسب اكتر على حساب اللي حواليك، بتفكر ازاي تجمع اشياء اكتر ومش مهم الناس اللي حواليك تبقى يعني تاخد شيء من اللي عندك ده، يبقى انت كده استدعيت طاقة سوت او ست اللي هو سوتخ اله الدمار او نتر الدمار، وبالتالي برضو اصبحت شر. فهنا نفهم ان الشر الوحيد عند المصري القديم هو عدم الاتزان، خروجك عن التوازن. لازم يبقى معاك نفتيس اللي هي بهجة الحياة، يعني متاخدش الأمور دايما على أعصابك، هتتعامل بره بما يستتيح الموقف، ولكن مش هتقعد تحرق في نفسك، مش هتقعد تجلد في ذاتك. دي الخاصية بتاعت نفتيس. هتبقى انت قعدت ملك على عرش نفسك، بتتحكم في كل المكونات اللي ربنا اداها لك عشان تساعدك لهذه الحياة من غير ما هي اللي تتحكم فيك. لاحظ انا بقول انت اللي بتحرك الامور وليس الناس. في الاول وفي الاخر انت مش رغبتك ان انت تقود الناس، انت بتقود نفسك، بتقود جسمك، بتقود عقلك، بتقود رغباتك وشهواتك، وليس بتتحكم فيها وليس بتثبتها، بتقودها. يعني بتعرف توديها ازاي وامتى وفين وبأنهي مقدار. في الحالة دي انت هتقعد على عرش نفسك ملك. لو فهمت اللي انا قلته من شوية هتستنتج مباشرة ان المصري القديم كان بياخد صفات وخواص من هذه الرموز اللي هي ما اسمهاش آلهة، اسمها نترو، اسمها نتر. الواحد فيهم اسمه نتر، والإله ده هي ترجمة عربية خاطئة زي حاجات كتير قوي بتترجم لنا بشكل خاطئ. وزي ما كلنا مؤمنين بتعدد صفات الخالق عز وجل، يعني عارفين انه من اسمائه الرحمن الرحيم، وفي نفس الوقت من اسمائه الجبار المنتقم. بنفس الطريقة دي كان المصري القديم شايف انه النترو بيمثلوا الصفات المتعددة للخالق. فكانوا بيعملوا ايه؟ حاجة ذكية جدا، عشان عارفين ان عقلك وعقلي بيحاول يقرب دايما الصورة لحاجة تشبهه. يعني في الاخر انت عارف ان ربنا عز وجل ليس كمثله شيء، يعني عارف ان هو مش على هيئتك، ولكن عشان تقدر تفهم صفاته انت بتتخيله في شكل حد رحيم. نفس الكلام ابتدوا يصنعوا رموز لهذه الصفات. فمثلا النتر سخمت بتمثل الجزء الأنثوي للقوة الجبارة، لاسم الله الجبار والمنتقم، ومن هنا عملوها على رأسها، وشها على شكل رأس أنثى الأسد، تديك الإحساس أو إيحاء القوة والانتقام، لأنه معروف قد إيه هي بتبقى قوية وبتحمي أولادها. ولما تبقى عايز تستدعيها، بدل ما تقعد مع نفسك كده وانت مش عارف تجيب الإحساس خلينا نقول القوة بتاعت الصفة، تبقى شايف صورة قدامك لهذه الصفة تقرب لك القوة بتاعتها وتقرب لك الإحساس بتاعها. كان عارف المصري القديم ان انت عشان تدخل صفة من صفات الخالق عز وجل فيك لازم تفضي نفسك الأول، لازم تطلع حاجة من جواك عشان تسيب مكان فاضي وتدخل الخاصية دي. ومن هنا كانت فكرة تقديم القرابين للنترو، وكانت حاجات بسيطة، يعني كانت عبارة عن حركات بتتعمل وحاجات بتتقدم على أشكال ورود، ساعات شموع، كأنك بتفضي أو بتعطي مما تحب لهذه الرموز أو هذه النترو عشان تفضي مكان في نفسك وتقدر تاخد من صفاتها اللي هي توصيف أو تجلي لصفات الخالق عز وجل.